السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكل سنة وانتم طيبين. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض الصندل بتاع الطقم اللي كنا اشتغلناه مع بعض. عملنا الشورت وعملنا كمان التوب. هيبقى طبعا ظاهر عندك في الفيديو، هنسيبهولك سيبلك اللينك موجود فوق. النهارده ان شاء الله هنشتغل مع بعض من البدايه للنهايه، سهل وبسيط. والخيط طبعا المتوفر عندك اي نوع اثناء اشتغلتي بالخيط اللي احنا عملنا بيه الطقم، ممكن تشتغلي بيه الصندل او باي خيط، نوع خيط متوفر عندك تقدري تشتغلي بيه. يلا بينا ندخل نشوف مع بعض يتعمل ازاي واحده بواحده. بس قبل ما ندخل ونشتغل مع بعض، ما تنسيش تعملي لايك واشتراك للقناه، ومتنسيش تدعميني لو الفيديو عجبك بكومنت. انا هنا عملت ده جزء كده من الصندل عشان انا عايزه قطعتين من نفس القطعه دي. هنبين مع بعض ازاي نصغر المقاس او نكبر المقاس في الشغل واحنا ماشيين. هنوضح الكلام ده كله، ازاي يبقى المقاس من 0 ل3 شهور، وازاي يبقى من 6 شهور، من 3 ل6 ومن 6 ل9. هنوضح ده واحنا شغالين. هنعمل قطعه زي دي كمان لان هنحتاج في كل فردة واحدة بس 2. انا هنا هشتغل 12 سلسلة. انا الابرة اللي معايا دي 2.5، عايزاها صغيرة عشان يبقى ماسك نفسه. هشتغل 12 سلسلة. اشتغلت كده 12 سلسلة. هعمل كمان 3 سلاسل ارتفاع بتاع اول عمود عندي. ادي 1 2 3. بعد كده هلف الخيط على الابرة 1 2 3، وفي الغرزة رقم 4 هدخل واشتغل واعمل عمود بلفة. طبعا هنا بالنسبة للمقاس مبدئيا احنا عملنا 12 سلسلة، والتلاتة اللي هما الارتفاع ماليش دعوة بيهم، كل مرة بعملهم ماليش دعوة بالمقاس. يعني دول 12 سلسلة للمقاس من 6 ل9 شهور. طبعا لو انا بقى هعمل مقاس اصغر هشتغل من هنا، هشيل غرزتين، يبقى عندي 10 غرز، وهعمل 3 ارتفاع. يعني هعمل 13 هعمل 10 غرز بكل الارتفاع، يعني حتى بالثلاث غرز الارتفاع. بعد كده هلف الخيط على الابرة وهعمل في كل غرزة غرزة. عملت كده 12 عمود. ادي 3 و3 6 3 9 10 11 12، 12 عمود بلفة. في الغرزة رقم 12 دي هدخل واعمل فيها هنا 5 عمود بلفة. طبعا لو عايزة المقاس اكبر بتخليها 6 عمود بلفة، لو وش البيبي كبير او المقاس كبير بتعمليها 6 عمود بلفة. ممكن تعمليها ويبقى معاكي المقاس مظبوط اكتر. لو بتشتغلي بإبرة كمان اصغر تقدري تعمليها 6 عمود بلفة افضل. ادي كده 1 2 3 4 5، كمان عمود 6. وبعد كده هشتغل فوق كل عمود قصاده عمود هنا لحد ما اوصل للغرزة الاخيرة دي. اشتغلت خلاص فوق كل عمود قصاده عمود تاني. هاجي بقى عند اخر جزء اللي هو الارتفاع بتاع السلاسل ده. انا بصراحة ما بستخدموش عمود، وبعمل عليه عمود تاني، بحيث انا هعمل هنا 4 غرز قصاد ال6 دول. يعني هنا 6 يبقى هعمل هنا 4. هشتغل هنا 4 عمود بلفة. ادي 1 2 3، وهعمل كمان عمود بحيث الغي بقى العمود بتاع سلاسل الارتفاع ده. هعمل هنا كده الرابع. تمام كده خلاص عملت ال4 غرز عمود بلفة. مش هقفل طبعا في السلاسل زي ما اتفقنا، هقفل في العمود اللي بعدها على طول عشان الغي السلاسل. هقفل بغرزة منزلقة، وفي نفس المكان اللي عملت فيه غرزة منزلقة هرتفع سلسلة، وهدخل في نفس المكان واعمل غرزة حشو. دي اول غرزة حشو عندي في الجزء بتاع العواميد. ادي غرزة حشو في نفس المكان اللي قفلت فيه. بعد كده غرزة حشو كمان رقم 2 3 4 5، وهنا هاجي اعمل ال6. طب اللي شغال مقاس اصغر هيعمل ايه في موضوع الحشو ده؟ المهم ان انت تسيبي من هنا دول ال6 غرز، هتسيبي 2 نعملوا فيهم عمود بلفة وواحدة نص عمود. يعني انت شغالة معايا غرز حشو في كل السلاسل ما عدا ال3 عواميد دول اللي هم قبل ال6 بالظبط، هتسيبيهم نشتغلوا فيهم. ادي بعد ما خلصت غرز الحشو بعديها على طول هعمل نص عمود.
كل المقاسات مش بس اللي انا شغالة فيه. بعد كده خلاص عملت الغرز. بعد كده غرزة نص عمود هعمل الاتنين اللي بعديها غرزة عمود، واللي بعدها كمان غرزة عمود، يبقى عندي 2 عمود بلفة وواحدة بس نص عمود. بعد كده بيقابلني على طول الخطوات دي كلها ثابتة معاكي، حتى لو المقاس اكبر من كده او اصغر من كده. عندي هنا ال6 دول هشتغلهم تزايد، يعني في اول واحدة هعمل 2 عمود بلفة في نفس المكان، واللي بعدها برضو 2 عمود بلفة. ال6 هشتغلهم تزايد، يبقوا عندي 12 عمود. بتأكد هنا ان انا عملت ال12، ادي 1 2 3 4 5، فاضل لي واحدة. وبرجع اكرر تاني الاتنين اللي بعديه على طول بيبقوا عمود بلفة فردية، ادي واحدة ودي تاني واحدة، اللي بعديها على طول نص عمود، كده نص عمود. بعد كده على طول بدخل وبعمل غرز الحشو بتاعتي اهو، دي 1 2 3، نفس الاتجاه التاني بالظبط، 4 5 6 7، لحد ما بوصل للاربع غرز بتوعي اللي هما التزايد قصاد الجزء التاني. يعني انا كنت عاملة هنا 6، عملت هنا 4، هشتغلهم برضو ال4 دول تزايد، لكن التزايد هنا هيختلف ان انا عاملة تزايد بغرزة الحشو. يعني هعمل غرزة حشو وارجع ادخل تاني اعمل غرزة حشو في نفس المكان. ال4 هيبقوا 8 بالتزايد بغرزة الحشو. دي كده واحدة، اعد اتأكد، ادي 1 2 1 2 3 4، كده 4 غرز. خلاص كده هقفل فيه اول غرزة حشو اللي هي عندي، اللي عاملة فيها غرزة سلسلة الارتفاع، هدخل واعمل فيها غرزة حشو. قفلت بمنزلقة وبعد كده هرتفع، ادي 1 2 3، وهشتغل على كل جزء من الاجزاء دي، هشتغل واعمل هنا غرز عمود بلفة لحد ما اوصل برضو للتزايد. خلاص وصلت كده هنا للتزايد، هاجي بقى في اول غرزة من التزايد وهشتغل فيها تزايد غرزتين في نفس الغرزة. الغرزة اللي بعديها هتبقى فردي، بعد كده تزايد، وبعد كده فردي. يبقى انا هشتغل فوق غرز التزايد ال6 اللي هما بقوا 12، هشتغل 2 1 2 1، يعني غرزة تزايد وغرزة بدون تزايد لحد ما اوصل لاخر غرزة كان فيها تزايد عندي من ال12. خلاص وصلت كده لاخر الغرز، وكانت اخر غرزة عندي هنا غرزة واحدة بس. بعد كده هشتغل كل الغرز ديت برضو عمود بلفة بدون اي تزايد طبعا اهو، نفس ما اشتغلت الناحية التانية لحد ما اوصل لل8 غرز اللي انا كنت شغلاهم حشو وتزايد، اللي هم كانوا في الاساس 4 وبقوا 8 بغرز التزايد الحشو. هخلص واوصل لهم وارجع معاكي. وصلت كده ليهم، هبتدي ان انا اشتغل في كل غرزة من الغرز ديت. انا عندي هنا غرزتين في الغرزة الواحدة، هشتغل فيهم تزايد نفس ما كنت شغالة بالظبط فوق، يعني هعمل غرزتين في غرزة واحدة تزايد، والغرزة اللي بعدها واحدة بس بنفس عمود بلفة مش بغرزة الحشو. 2 1.
خلاص كده خلصت الجزء ده. هقفل بغرزة منزلقة في اول عمود زي ما اتفقنا، مش بقفل فيه السلاسل. ده كده اول جزء عندي خلصناه. كده كانت اول جزئية عندي. بعد كده زي ما انت شايفة اهو، انا عايزة قطعتين عشان احطهم على بعض كده، عايزاهم الاتنين نفس المقاس ونفس الشكل. تمام كده. بعد كده هاجي هنا عشان اعمل الجزء الموجود فوق بتاع وش الصندل. طبعا هتجيبي اي نوع خيط عندك، اي شكل، مش شرط طبعا الثلاث الوان دول. هاجي هنا عامله منهم انا قطعه كده، عامله 25 سلسله عشان المقاس ده كبير شويه. لو هتعملي المقاس صغير بتقصريها وهو بتبقى 20 سلسله بس. كل ما بتزودي المقاس بتكبر معاكي 5 سلاسل. عملت كده دول 5 سلاسل واشتغلت عليهم عمود بلفه. هشبك انا التلاتة دول كده، هشبكهم مع بعض، اربطهم الاول كده عشان اعرف املكهم. كده هربطهم مع بعض التلات لفات هنا. خلاص كده هاجي هنا عند الجزئين دول وهبتدي ان انا اقلب واحد بالشكل ده واحط واحد تاني عليه بالشكل ده. طبعا ليكي الاختيار انك تحطي الاتنين على بعض وتكتفي بكده من ان هو يبقى واقف وناشف، او ان انت تحطي قطعة سفنج، او تحطي قطعة كده بتاعة الشنط اللي هو بيحطه في الشنط. ممكن تحطي قطعة خفيفة منه كده بحيث تسنديه او يبقى ناشف جامد. طبعا انا هنا هاجي على طول وهخيط الجزئين دول مع بعض. لو عايزة تعملي زيق من الخيط، يعني تعملي زيق هنا كده لون زي ده كده، تعمليه هنا. ده بتعمليه دلوقتي علشان ما يبقاش وانتي بتشتغلي يلخبطك. فانت هتعملي الجزء ده بغرز منزلقة. هجيب الخيط كده واشتغل على كل غرزة من الغرز، هشتغل عليها غرزة منزلقة. دي بتدي شكل معاكي للشغل، وفي نفس الوقت هتمسك معاكي القطعة اللي فوق. خلاص تمام، انا خلصت كده القطعة دي. هبتدي ان انا اخيط الجزئين دول مع بعض، وهبتدي ان انا من هنا كده من عند الجزء اللي انتهيت بيه هبتدي اشتغل الخياطة. يعني هدخل في الغرزة دي وقصادها الغرزة التانية واشتغل الخياطة كده بالشكل ده. طبعا انا هداري الجزء ده اهو، يعني هاخد غرزة الحشو كده من هنا وداري بقى الخيوط اللي معايا دي تحت كده الشغل دخلها جوه كده، كل غرزة باللي قصادها. من هنا كده وعند بداية، انا طبعا خيطت كده خلاص الجزئية دي، فاضلي الجزء ده. طبعا من هنا كده ومن عند غرز التزايد، من عند غرز التزايد اللي انت شايفاها كده، بتبقي باصه هنا اول غرزة بعد التزايد على طول. انا بشتغل وبعمل الجزء ده بخيطه خياطة عادية خالص. يعني انا هدخله هنا واثبته كده بايدي وهشتغل عليه، يعني هشتغل خياطة عادية من ضمن ما انا كنت شغالة الغرز. هكمل كأن مفيش اي حاجة خالص اهو، بس باخد معايا الشغل ده اهو، باخد معايا من الناحية التانية وبعدي عادي خالص، وبرجع تاني ادخل واخيط عليها
لحد ما اوصل خياطة بنفس الطريقة دي. هكمل كل دول مع بعض كده لحد ما اوصل للجزء ده برضو، هدخله كده وهخيطها بنفس الشكل كده. تمام، خلصنا الجزء وقفلناه مع بعض وبنفس الشكل ده. طبعا هتحطي ورق مقوى زي ما اتفقنا، او هتحطي المدعم بتاع الشنط، مفيش مشكلة. هنيجي بقى هنا عند الجزء هنا بتاع الصندل. انا هنا هعد 5 غرز واسيب ال5 دول وابتدي اشتغل في الغرزة رقم 6 على طول، وهعمل غرز حشو فيها. اشتغلت الجزء ده كده بغرز الحشو، بعد كده هعمل السطر التاني كمان غرز حشو. هرتفع سلسلة وادخل فيها غرزة حشو. هشتغل غرز حشو لغاية نهاية السطر. خلاص خلصت كده غرز الحشو. بعد كده هاجي هنا ارتفع 3 سلاسل، 1 2 3، وهلف الخيط واشتغل على طول غرزة فوق كل غرزة عمود بلفة. هشتغل هنا زي ما اشتغلت بالظبط، هشتغل ادي 1 2 3 سطور، والسطر الرابع ده هرجع اعمله معاكي. خلاص كده انا وقفت لغاية الجزء ده. انا عايزة اوضح حاجة هنا، ان انتي لما بتيجي تشتغلي الصندل هتيجي هنا في ال3 سطور دول، ادي 1 2 3، وهتعملي سلسال طويل حوالي 20 سلسلة بالظبط لو مقاس معاكي نفس المقاس الكبير ده، لو اصغر بتعملي 15 سلسلة. وبعد كده بتشتغلي على السلاسل دي، بتشتغلي فيها عمود بلفة زي ده كده، وبعد كده بتمشي تاني تعملي السطر الاخير. لكن طبعا هنا علشان احنا عملنا الجزئية دي، عايزين بقى نعمل الفتحة تكون العكس الناحية التانية. فعشان هتبقى العكس يبقى انا هشتغل عادي السطر الرابع ده، هشتغله عمود بلفة عادي، مش هعمل السلاسل وبعدين السطر، لا هعمل السطر وبعدين السلاسل. فانا هشتغل السطر الرابع وهعمل ال20 سلسلة معاكم وما اخلص السطر. اشتغلت السطر كده، بعد كده هشتغل 20 سلسلة، 23 سلسلة بالتلات 3 سلاسل اللي هما الارتفاع. وبعد كده هلف الخيط، وفي السلسلة رقم 4 هدخل واعمل عمود بلف، وبعد كده السلسلة اللي بعدها كلها هشتغلها عواميد بلفة لحد نهاية السطر دول. خلاص كده خلصت ال20 سلسلة. هاجي بقى هنا واقفل في العمود من تحت هنا كده بغرزة منزلقة، طبعا علشان ما ينفعش اقفل فوق، هقفل كده بمنزلقة هنا عشان يديني نفس الشكل بتاع الصندل الناحية التانية، عشان يبقوا عندي فردتين عكس بعض. ناخد بالنا كويس اوي من النقطة دي، ان انتي تبتدي بالسلاسل في السطر التالت، تبتدي تعملي السلاسل دي لو بتعملي الاتجاه التاني. لو هتشتغلي معانا في الاتجاه ده يبقى تعملي في السطر الرابع وتمتدي بال20 سلسلة وتقفلي في بداية الغرزة السطر التالت. خلاص كده انا هقفل على كده الصندل وكده خلصناه. هركب الزراير، ودي اخر حاجة هعملها تركيب الزراير وافنش الخيط اللي معايا. وده كده شكل الصندل عملناه مع بعض، سهل وبسيط.
لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك للفيديو واشتراك للقناة لو اول مرة بتشوفيني او اول مرة بتسمعيني. ده كان الفيديو بتاعنا، يا رب يكون عجبكم.